تخيل كده راجل ضخم طويل ماشي في الشارع من غير ما يقول كلمة. ملامحه هادية بس عينه فيها حاجة تقولك لو لعبت معايا هتندم. ده مش أي حد، ده جاك ريتشر، جندي سابق في الشرطة العسكرية الأمريكية، أسطورة في القتال، وعنده قدرته يقرأ أي موقف في ثواني. لكن المرة دي المدينة اللي دخلها مش عارفة هي استضافت بطل ولا استدعت إعصار. المسلسل بيبدأ لما ريتشر يوصل مدينة صغيرة اسمها مارجريف في ولاية جورجيا. هو مش جاي يزور حد ولا جاي شغل، هو بس كان بيدور على أسطورة موسيقية قديمة. بس قبل ما حتى يلحق ياكل فطار البوليس يقبض عليه في تهمة قتل، جريمة هو ملوش أي علاقة بيها. وهنا نبتدي ندخل في عالم مليان غموض، مؤامرات، وناس بتلبس وشوش غير الحقيقة. ريتشر بيتقبض عليه مع واحد تاني اسمه بول هوبر، وده من أول لحظة باين إنه مش نظيف. الشرطة وبالذات المحققة روسكوسكو بتحس إن ريتشر مش القاتل، لكن الموضوع أكبر من مجرد جريمة قتل عادية. الضحايا بيطلعوا ليهم علاقة بتهريب، غسيل فلوس، وعصابات خطيرة. والكارثة، واحد من القتلى هو أخو ريتشر نفسه، جو ريتشر، اللي كان شغال محقق فيدرالي. هنا الموضوع بيتحول من أنا مظلوم لأنا هاخد حقي. وهتشوف أول لمحات من مهارة ريتشر، إزاي بيقرأ مسرح الجريمة من تفاصيل صغيرة، إزاي بيعرف يكسر خصمه في ثواني من غير ما يلمسه حتى. وبالطبع لما بيحتاج يلمس الخصم بيخرج على نقالة. ريتشر بيكون فريق غير متوقع، المحققة روسكوسكو ورئيس الشرطة أوسكار فينلي، واللي هو نفسه عنده سر بيخليه مش مرتاح في مارجريف. التحقيق بيكشف إن المدينة اللي شكلها هادية متغرة في شبكة تهريب فلوس مزيفة، شبكة مش بس محلية، دي دولية. والتحقيق بيخلي ريتشر يواجه قتلة مأجورين، خونة في الشرطة، وحتى ناس من الحكومة متورطين. في نص الأحداث بيكتشفوا إن مصنع كبير في المدينة بيستخدم لطباعة عملة مزيفة بجودة عالية، وإن في خطة لتوزيعها على مستوى واسع جدا. الأكشن هنا على أعلى مستوى. ريتشر بيكسر أذرع، يطير ناس من فوق عربيات، ويستخدم حتى البيئة حواليه كسلاح، كل ده بأسلوب هادي لكن مميت. القصة توصل لذروتها لما ريتشر يعرف مين العقل المدبر. كيلر، رجل أعمال غني وراه شبكة التزوير كلها، واللي كان مستخدم علاقاته مع ناس في الحكومة عشان يغطي على شغله. المعركة النهائية بتحصل في المصنع، نار، طلقات، ومطاردة وسط الماكينات. ريتشر بيواجه كيلر في قتال عنيف، وبيخلص عليه بأسلوب ما ينفعش غير هو يعمله، وبعديها بيولع المصنع بالكامل وبيوقف الشبكة للأبد. بعد ما خلص انتقامه ريتشر ما بيحتفلش ولا بيوقف يتصور. هو راجل طريق، بياخد شنطته الصغيرة ويمشي من مارجريف من غير ما يبص وراه. بس احنا عارفين أي مكان هيدخله بعد كده أكيد هيكون فيه مشاكل، وأكيد هو هيكون الحل أو الكارثة. الموسم الثاني عرض أول مرة في ديسمبر 2023 وخلص في يناير 2024. ريتشر بقى راجل عايش هادي، سايب وراه الهرج والمرج، وبيتنقل من مكان للتاني من غير سبب واضح، غير إنه بيحب الدريفتر لايف، الجو المفتوح والهدوء. لكن فجأة بيجيله رسالة مشفرة من فرانسيس نيجلي، زميلته السابقة في وحدته العسكرية، بيقوله إن واحد من زملائهم اتقتل، وده بيكون أخطر شيء ربما حصل في حياته اللي بيحب فيها الهدوء. ريتشر بيقابل نيجلي وبيجمع كوكبة من زملائه القدامى، كارلا ديكسون المحللة الذكية والمحققة القوية، ديفيد أودونيل الزميل سريع الكلام والمتحمس، يبدأ يكشف مين اللي بيقتل واحد من فريقه، وبعدها اتنين، لحد ما الموضوع يبقى واضح إنه مؤامرة كبيرة بتستهدف الفريق كله. التحقيق بياخدنا من نيويورك لأتلانتيك سيتي، المركز اللي فيه مصنع أو شركة اسمها نيو ايج تكنولوجيز، وبيظهر فيها فساد ومنطقة تجارة أسلحة ضخمة فاتت حدود القانون ب65 مليون دولار. في نص الرحلة بيطلع AM، الوسيط المرعب اللي بيتعاون مع الإرهابيين للتجارة في أسلحة مش بتتبص عليها، وبيكون زي الظل اللي بيظهر ويختفي. كل شوية بيظهر لينا إن في خيانة من داخل الوحدة نفسها، أو حد مدسوس جوه، وده بيخلي الموضوع غامض ومشوق بنفس الوقت. بيوصلوا نهاية الخيط لراجل اسمه شين لانجستون،
رئيس الأمن في نيو إيج، رسمياً راجل أعمال وشخص محترم، لكن ورا الكواليس هو العقل المدبر اللي ورا كل المشكلة دي. في اللقطة اللي هي النهاية المدوية، ريتشر بيودي نفسه قدام لانجستون وكأنه بيقول هاتوني بس وهوريكم المعنى الحقيقية للعدالة، وبيكسر كل القيود. يديه متشدودة بس مش مهم، بيرميه من الهليكوبتر زي ما وعده، وبالمرة بيستولي على 65 مليون دولار دي وما بيرجعهاش للدولة، بيخليها لفريقه اللي فقد زملائه بعد ما الدنيا تهدأ. والعدالة اتنفذت بطريقة ريتشر. هو ما بيوقفش يحتفل، بياخد شنطته يمسح وجهه بالخفة ويتمدد على الطريق المفتوح، يسيب وراها أسئلة: هي الحكاية فعلا خلصت ولا ده بس الفصل الأول في رحلة تانية؟ ريح أعصابك، الموسم الثالث جاي وجايلك أقوى. الموسم الثالث بدأ عرض على برايم فيديو يوم 20 فبراير 2025 وانتهت 27 مارس 2025. بيتكون من 8 حلقات حماسية. القصة مقتبسة من رواية برسويدر للكاتب لي تشايلد، حاجة كانت مولعة من أول صفحة. القصة بتنقل ريتشر الساحر لولاية المان في نيو إنجلاند مع شغل خاص مع DEA ضد راجل أعمال غامض اسمه زاكري باك بغرض تحطيم شبكة تهريب أسلحة من ورق سجاده العربي. في أول حلقة ريتشر بينقذ طالب جامعي اسمه ريتشر باك من محاولة اختطاف، وده يدخله على طول لعالم باك الأب اللي بيديره، وبيعرض عليه يشتغل عنده كحارس، ولكن على أساس تجارب خطيرة زي لعبة الروليت الروسية دي. فوق ده كله الموضوع كله عبارة عن كمين من DEA ايجنت سوزان دافي لإنقاذ عميلة مخابرات تحت غطاء اسمه تريسا دانييلز. مع تطور السرد نعرف إن ريتشر داخل تحت غطاء متعاون مع دافي وايجنت فيلانويفا عشان يهد شبكة تجنيد وتهريب الأسلحة دي، ويكتشف إن اللي وراها هو خصم قديم في الجيش اسمه زيفير كوين. الحلقات بتاخدك من مشهد لمشهد. في نمبر 2 ذا بوليت، ريتشر بيواجه شايفه الخيانة بتحوم حوله، بيقتل واحد عارف تفاصيل حساسة من الكمين عشان يحافظ على الغطاء. بعدين في دومينيك بنكتشف إن زيفير كوين مش بس اولد انمي، لكنه مغيب بأمنيجيا، وريتشر بيكتشف إنه زي الشبح اللي رجع للمطاردة. في سماك داون وسموك اون ذا ووتر تفاصيل ملخبطة بين مهمة إنقاذ دوفي وتريسا وبين لغز كوين اللي مش فاكر ماضيه وبين تهديدات إرهابية وعصابات روسية. في LA ستوري نيجلي بتحط رجلها في المسلسل وبتقدر تسد الحلقة بالكامل وتقدر مع ريتشر جزء من التحقيق. كل ده وسط أجواء مشحونة وحركة بتتعدى الحدود وصور ذهنية من تحت الأرض، مصانع ألوان شاردة، بخار، نار، وسكون ما يعرفش يعني إيه راحة. في الحلقة الأخيرة Unfinished Business الدنيا بتنفجر. المواجهة مع بولي العملاق اللي شبه عمود كهرباء بتكون أكبر من الكلام. قتال سماوي تحت المية، فوقها جنب رشاش مايل. ريتشر بيكسب بس بالعافية. بعدها بيواجه كوين اللي فاقد التركيز، لكن لما ريتشر ينطق اسم زميلهم اللي مات ترجع في عينيا لحظات، وده كفاية. ريتشر يفرغ عليه خرطوش العدالة، خطوط عصابات روسية وتحريضات إرهابية بتتلغى. بالتوازي العلاقة بين ريتشر ووالده باك بتنتهي في لحظة مؤثرة جدا. الأب بيضحي بروحه عشان ينقذ ابنه وبعدها يموت، وريتشر بيقول لريتشر أنا شفت الخير فيا قبل ما يموت. وفي آخر ثانية ريتشر بيسرق موتوسيكل ويركب على الطريق الساحلي، ومين يعرف الراجل الكبير ده رايح على فين دلوقتي. طبخنا القصة من الأول، وصلنا للنهاية. ريتشر خلص المهمة، القتلة ماتوا أو اختفوا، العصابات اتفرقت، الأسد رجع لظله، بس الطريقة اللي خلى بيها حق الناس يكون بأرض الواقع مش نظريات. واللي أنا هسميه عدالة بطريقة ريتشر الخاصة، دي الحاجة اللي هتخلي المشاهد يوقف الفيديو يفكر ويقول ده الراجل ده مش زي أي حد. لو النص جالك زي سيارة سباق دوس لايك واكتب لي في الكومنت أكتر مشهد خلع دماغك في الموسم الثالث، أكشن، دراما، ولا القتال مع بولي. وعلشان تعرف قد إيه جاي نجاحات جاك ريتشر بعد كده، مش هتتفرج غير لما تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن على الأرجح الموسم الرابع جايلك ومليان نار، غموض، وموجات من الأكشن.